السلام عليكم يا أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله البنات حبيت نشارك معكم وصفة ميني بيتزا، يعني بطريقة سهلة وعجينة جدا رائعة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوش تخلونا جيم. أول حاجة شو غادي نديرو؟ راح نديرو كاس تاع حليب يكون دافي طبعا، وراح نضيفو عليه ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر. راح نضيفو ملعقتين تاع زيت نباتي. كاين اللي حاب يدير زيت الزيتون، يعني كل وحده والاختيار نتاعها. راح نضيفو حبه تاع بيض كامله. نمزج كامل هادو المكونات مع بعض. هنا البنات راح نضيف ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، كذلك راح نضيف الملح ملعقه هكا، ونمزج كامل المكونات مع بعض. هنا البنات راح نبدا نضيف الفرينه. هنا نغربلها قبل. انا هنا دات لي 3 كيسان ونص تاع فرينه، يعني كل واحده وعلى حسب الفرينه تاعها. كاينه اللي تشرب وكاينه لا. يعني انتي تتحكمي في العجينه تاعك، ولازم تكون العجينه طريه. هاي لكم العجينه بعد ما تحصلت عليها. راح نغطيها بالبابي سيلوفان ونخليها ترتاح حتى وين نطلع لهذاك الخمور تاعها يضاعف الحجم تاعها. هنا البنات راح ندير لاصوص تاع الطوماط. ندير حبه تاع طماطيش كبيره، بصله، طماطيش تاع العلبه، فلفل كحل والملح ولي زيبيس تاع الدجاج بيان سور، ونمرق في فنجان تاع ما. ومن بعد كي يبدا يخدم لي الخليط راح نميكسيها. هنا البنات هاي لك مكونات. عندي فلفل حلو، لاصوص طوماط، عندي الفرماج كما تكثروا يخرج هايل تاع الصح، والزيتون الاخضر. هاي لكم العجينه بعد ما تفاعلت لي. هنا نهبط لها داك الخمور هكا. شوفوا الطريه تاع الصح، يعني جربوا هذه الوصفه ماكمش رايحين تندموا، تخرج هايله. شوفوا البنات راني نفتح فيها بالحلال، يعني السمك تاعها ما يكونش رقيق ياسر وما يكونش خشين. هنا راح نديرها على شكل دوائر، يعني ديروا نتوما ال تحبوا ديروها على شكل دائره ولا تحبوا ديروها على شكل مستطيل. كاين اللي يديروها على شكل مربعه. هنا هاي ليك. هنا واش غادي ندير؟ هنا نجيب الفرشيطه، نخدمها بالفرشيطه نثقبها. قطعت لي كونتيتي ما شاء الله. هنا راح نضيف لها لاصوص طوماط، ندير فوقها الفلفل الحلو. كاين اللي يحبوا يديروا ليها فيونداشي، كاين اللي يحبوا يديروا عليها الطون تاع الطماطيش ولا الطون تاع تاع الزيت. يعني انتي تتحكمي في لافاخس تاعك، يعني كل وحده واش دير عندها. هاي لكم راح ندير عليها الزيتون الاخضر، ومن بعد نضيف عليها الفرماج. كاين اللي يديرها ثاني فرماج تاع البيضون. هنا راني كنت سخنت الفور على درجه 180 درجه، ندخلها حتى تطيب ونوريكم النتيجه. شوفوا البنات خرجت كونديتي ما شاء الله. شوفوا جات بزاف طريه كما راكم تلاحظوا. يعني جربوا هذه الوصفه ماكمش رايحين تندموا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.